عبد الحليم عمل أغنية بيجاوب فيها على كل الأسئلة اللي بيسألوها له. بتحب مين؟ هتتجوز مين؟ حبيبتك اسمها ايه؟ كل الحاجات دي رد بيها عليهم في الأغنية. ايه هي الأغنية؟ ده اللي هنشوفه النهارده في الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. ومعاكم أمل في قناة أعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. ما تنسوش قبل ما ندخل على الفيديو تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان نكبر قناه اعز الناس. النهارده الاغنيه فعلا بتجاوب على اسئله الناس كلها. عبد الحليم دايما يتسال، يقولوا له انت بتحب مين؟ طب اسمها ايه؟ طب فكرت تتجوز كام مره؟ كل ده فعلا حيره. ايه هي؟ الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون، حبيبتي انا من تكون. حائرون يفكرون يتساءلون. فعلا الرفاق دايما يسالوه، مش بس الرفاق، المعجبين والمحبين، كل الناس بتسال عبد الحليم السؤال ده. في اذهان الناس او في تصورهم انك انت بتحب كل يوم واحده جديده. يا مش ليه؟ طيب يعني بيتهيألي انه الانسان ما يقدرش يحب اكتر من واحده او اكتر من مره يعني. لك حب اول طبعا. واخير اه اللي هو نفس الحب الاول. لا، كل اللي بيحب عبد الحليم عايز يعرف، من حقه يعرف مين سعادة الحظ دي اللي عبد الحليم بيحبها. فكان بيقال بقى ان وقت الاغنيه دي عبد الحليم بس ده على روايه اصدقائه ان هو كان بيحب واحده اما كان في المغرب، بس الواحده دي صغيره في السن. مش عارفه، انا بشك في القصه دي، ما اعرفش انتوا سمعتوها زيي ولا لا، ان هو كان بيحبها قوي بس البنت دي كانت صغيره في السن وكانت بتعامله يعني صاحب اهلهم، يعني صديق العيله يعني. فما كانش في دماغها موضوع الخطوبه ده خالص ولا الجواز، وكانت بتعامله باسم عمه حليم. فهم بيقولوا ان الاغنيه دي اتعملت علشان البنت دي، بس انا اشك الاغنيه دي اتعملت عموما عشان يسكت بيها اي حد بيساله ويقول له انت بتحب مين. ففعلا الاغنيه دي كانت من كتاب الامير خالد بن سعود، عامل فيها كذا شعر وكذا اغنيه، بس عبد الحليم نقى الاغنيه دي بالذات اللي هي اغنيه حبيبتي من تكون، وهو اللي اطلق عليها اسم حبيبتي من تكون. عجبته جدا وحس انها بتمثل ليه شيء، وكمان غير حاجات في الكلمات بتاعتها علشان تليق عليه اكتر. فالاغنيه بتقول ايه؟ الرفاق حائرون يتساءلون في جنون، حبيبتي انا من تكون. وبيقعدوا بقى يتخيلوا اسماء واسماء، اشياء واشياء، ويضيع كل هذا هباء. ليه بيضيع كل هذا هباء؟ لانه مش هيقول. انتوا اقعدوا فكروا واقعدوا بقى قولوا واقعدوا اسالوا، لكن انا مش هقول اسم حبيبتي ابدا. حتى دايما في كلمات الاغنيه فيها كده حاجه حلوه بيقول لها فيها لا تخافي واهدئي يا صغيرتي. فانا مش هقول لحد ابدا انا بحب مين. يفكرون يتساءلون يتنافسون يتخيلون. فهم جابوا كلمه صغيرتي دي على اعتبار القصه اللي قلتها لكم، انه البنت دي صغيره في السن، فهو حب ان هو يحط صغيرتي. بس زي ما قلت انه عبد الحليم اعتقد ان الاغنيه دي لايقه على اي حد بيحبه، لانه وقت ما كانوا بيقولوا عليه انه بيحب سعاد حسني واستضافوه ما جابش سيرتها ابدا ولا قال انه بيحبها خالص. ارتباط. ايوه. ده خبر جديد. ليه خبر جديد؟ ليه وانا مش راجل يعني؟ مش لازم اتجوز واخلف ويبقى عندي ولاد ويبقى عندي بيت لوحدي ولا ايه؟ حتى قصه الحب اللي عاشها حقيقي اللي هي بعيده عن الفن اللي قالوا عليها ساعتها جيهان العلايلي او ديدي، برضو لما سالوا عبد الحليم ما قالش انا بحب واحده ولا اسمها ولا اي حاجه. وكمان لما استضافوا طارق حبيب قال له انت امتى فكرت تتجوز او كم مره فكرت تتجوز؟ قال له مره واحده. قال له طب وهي داخل الوسط الفني؟ قال له لا، ومع احترامي للوسط الفني كله انا اللي حبيتها من خارج الوسط الفني وكنت فعلا هتجوزها. وهو يقصد حبيبته اللي ماتت، وبرده ما قالش ان هي ماتت، قال ما حصلش نصيب. الحقيقه الاغنيه كلماتها حلوه وجميله قوي. فبقول لها يا حبيبتي لا تخافي واهدئي، اخفي هواك عن العيون فكيف مني يعرفون. ولو اني اشك في الحكايه دي، لان الحب بالذات ده يعني فضيحه. ما فيش حد بيحب حد الا وبيتعرف، سبحان الله. يعني الحب بالذات مش بيتدارى زي الكره. لو حد بيكره حد بيبان عليه برضه، ولو حد بيحب حد استحاله يداري، بس هو بيحاول. يعني هو بيحاول يطنشها مثلا، يشوفها ما يبصش. ولو ان لو حد يعني متابعه هيعرف كويس قوي انه بيحب، لان الحب طبعا بيبان، بتفضحه العين، بتفضحه الكلام، بيفضحه الاهتمام. فهيعمل اللي عليه. قال لها ان هو بيخفي هواه عن العيون فكيف مني يعرفون. هو بقى مش هيعرفوا مني ابدا، هو بيطمنها انه من جهته هو مش هيقول لها. برضو
انه ابدا ابدا لن اقول، يعني هو ابدا حتى لو حد ساله هو مش هيقول ابدا، لاني اخفي هواك عن العيون فكيف مني يعرفون، فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياه كي تطول. فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياة لكي تطول. على الحياه كي تطول، يعني هي روحه، يعني هي حياته اللي هو بيحرص عليها، فهو بالتالي عمره ما هيقول ابدا. فالاغنيه دي اعتقد ان هي كانت خطاب للحبيبه زائد خطاب برضو للناس اللي بتسال، يعني اهدوا كده واسكتوا بقى لان انا مش هقول حاجه. لن أقول شيئا لن أقول وأبدا أبدا لن أقول. يعني بطلوا اسئله، بطلوا غلاسه يعني. وقال لها برضو في الاغنيه لا تحذري نظراتهم اليك، ما تخافيش، ايه اللي هيخوفك منهم؟ انا مش قايل وخلاص، انا مش هقول، فما تخافيش من اي حاجه خلاص، مهما هم خمنوا مهما هم تخيلوا خلاص انا برضو مش بتكلم. عشان يطمنها اكتر واكتر قال لها جمله حلوه قوي، فانت في اعماق ذاتي سر اسرار حياتي فدعيهم. عيني يا حياة يفكرون يتساءلون. خلاص بقى، فدعيهم يفكرون يتساءلون يتخيلون، هو مش هيقول. يعني الأغنية كلها بتخاطب الحبيبة إنها تطمن إن هو مش هيقول، مع إني أعتقد إن حبيبته يعني ما عندهاش مانع إنه يتعرف إن عبد الحليم بيحبها. يعني إيه المشكلة؟ يعني مش شايفة مشكلة إن عبد الحليم يحبها إلا إذا كانت في مشكلة تمنع إن هو يصرح بيها يعني. بس هو حتى سعاد حسني برضو ما كانش فيه مشكله نقول ان هو بيحبها، بس هو ما قالش خالص لما سالوه فعلا، لا قال اسماء ولا اسماء ولا اشياء ولا اشياء، ما جابش سيره اي حد خالص. الاغنيه دي كلمات الامير خالد بن سعود وتلحين الاستاذ بليغ حمدي، وطبعا الاغنيه دي للاسف عبد الحليم عمل بروفاتها بس ما سجلتش كشرايط تتباع الا في الذكرى الرابعه بعد وفاته، لانه عبد الحليم حصلت بينه وبين الاستاذ تقريبا الشاعر مشكله في تغيير الكلمات وما طلعتش وما اتطبعتش، لكن الاستاذ مجدي العمروسي في الذكرى الرابعه خد البروفات وعمل توزيع كده موسيقي جديد وطلعت الاغنيه رهيبه. يعني لو كانت دي بروفه فايه ده، امال كان هيغنيها ازاي؟ الاحساس رائع، الكلمات طالعه منه من القلب فعلا، فدي بس يعتبر بروفه اغنيه، مش الاغنيه اللي هو لو كان عايش كان هيسجلها بطريقه اكيد تانية خالص يعني. فالحقيقه ان الاغنيه طالعه جميله جدا سواء بروفه. هو بصوا بقى، يعني هو عبد الحليم لو غنى كده بصوته تقريبا بيطلع موسيقى لوحده، يعني مش محتاج موسيقى اصلا. قول لي حاجة أي حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، قول يعني وعلى فكره مش ده كلامي انا، والله كنت بقول الكلام ده انا لنفسي، بس لقيت ناس كثيره فعلا بتقوله برضو. فانا عايزه تقولوا لي رايكم ايه في اغنيه حياتي من تكون. انا عن نفسي بحبها جدا وليها ذكرى حلوه معايا، كل الاغنيه من اغاني عبد الحليم بتمثل لي ذكرى وطعم حلو كده لما سمعتها اول مره. يعني كل اغنيه كنت بسمعها لاول مره، وما زالت في اغاني لحد دلوقتي على فكره انا لسه بسمعها لاول مره، ودي هعملها لكم فيديو من نوادر عبد الحليم، اغاني كده قديمه شويه بس يعني اول مره نسمعها، وفي اغاني وطنيه فيها كوبليهات كده يمكن كنت بسمعها بس يعني بالنسبه لي مش دارجه قوي، فكنت بسمعها كده بحس ان هي قد ايه جميله قوي وحلوه. فعايزه رايكم في اغنيه حياتي من تكون، وتقولوا لي ايه افضل اغنيه ليكم بتحبوها لعبد الحليم. انا عارفه ان كل اغاني حلوه بس دايما في اغاني كده بتبقى مقربه للقلب ليها ذكرى حلوه معانا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان تكبر قناه اعز الناس بيكم يا اعز الناس، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله يعجبكم اكتر.